السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنعمل فيه الدوناتس باشكال كتير حلوه جدا. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. قبل ما نشوف الفيديو بقى يلا نعمل لايك للفيديو وتابعوني للاخر. هحتاج ايه للدوناتس؟ انا هحتاج نص كوبايه ميه، نص كوبايه لبن او حليب، بيضتين وعليهم فانيليا، خميره ومعلقتين سكر ومعلقتين زبده، ومن 5 ل6 كوبايات من الدقيق. وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. اول حاجة انا هجيب العجانة او البولة اللي هعجن فيها واحط فيها المية وعليهم السكر والخميرة علشان اتأكد ان الخميرة بتاعي شغالة كويس ومتفاعلة. لو انتي متأكدة من الخميرة بتاعتك خلاص ممكن تستغني عن الخطوة دي وتحطي حاجاتك كلها وتعجني. هضيف بقى دلوقتي الحليب وكمان البيض والفانيليا. يعني دلوقتي انا بضيف المكونات السائلة وهقلب كل ده مع بعض. ممكن تضربيه بالهاند بلندر او حتى في خلاط، تضربي كل الحاجات السايله مع بعض وتنزلي بيها عليه بالمكونات الجافه عليها. انا دلوقتي مش هضيف الدقيق دفعه واحده، انا بس هحط كده حوالي كوبايه من الدقيق وادي تقليبه كده علشان هدخل الزبده بتاعي. على فكره انا ما قلتش معلقه الخل دي في المقادير، بس حلوه قوي، بتفتح العجين وبتخلي لونه ابيض وحلو جدا. ضفت بقى الزبده وهبتدي ان انا اقلب كده لحد ما الزبده تدخل جوه العجين كويس. وخلاص بقى هضيف باقي كمية الدقيق بتاعي، ال5 كوبايات. يعني على حسب حجم البيضة ونسبة السوائل اللي حطيناها ممكن نحتاج كمان كوباية من الدقيق، فاعملي حسابك في شوية دقيق زيادة كمان. انا احتاجت حوالي كوباية كمان، يعني هما من 5 ل6 كوبايات من الدقيق. هبتدي بقى ان انا اعجن كله. انا بس دلوقتي عشان ما بوظش ايدي من الاول فبعجن بالاسباتيولا كده، بقلب لحد ما كل المكونات تتداخل كده ويبقى خلاص العجينه تقلت وما عدتش عارفه ان انا اقلبها. هبتدي بقى اعجنها بايدي كويس جدا لحد ما احصل على عجينه ملساء وناعمه جدا. والعجن الكتير مهم جدا في الدوناتس بالذات، هو مهم في كل العجين بس مهم في الدوناتس جدا علشان سطحه يبقى ناعم. لو هتزينيه الشوكولاته تبقى ثابته وناعمه عليه. زي ما انتم شايفين العجينه طريه جدا ازاي، بس في نفس الوقت مش بتلزق في ايدي. هبتدي بقى ان انا اغلف البوله بالاسترتش او حتى بكيس نايلون او حتى بفوطه، واسيبها بقى تخمر حوالي نص ساعة ساعة لحد ما الحجم يتضاعف وتنتفخ. زي ما انتم شايفين شوفوا حجمها بقى قد ايه. هبتدي بقى ان انا اشيل البلاستيك من عليها علشان استخدم العجينة واشكلها. هاخد بقى السطح بتاعي اللي هفرد عليه العجين وهرشه رشة دقيق بسيطة كده، مش عايزة كتير قوي وفي نفس الوقت مش عايزاه يلزق مني. هنهبط بقى العجين من الخميرة بتاعته ونحطه قدامنا على السطح بتاعنا علشان نبتدي نفرده. شايفين العجينة قد ايه طرية وناعمة ولزجة في ايدينا، يعني قوامها سهل جدا الفرد. ما بتكونش عجينة قاسية، بتكون عجينة زي ما انتم شايفينها كده. هبتدي بقى افرد بالنشابة، مش هبطط بايدي علشان ايدي مش هتديني نفس النعومية اللي هتديهاني النشابة. انا عايزة السطح يبقى املس وناعم كده. هنفرد بقى بسمك حوالي من نص سنتي لسنتي على حسب التخن اللي بتحبيه. دي قطعة دوناتس. لو مش متاحة ممكن نستخدم ازازة وغطاء ازازة وكوباية او طبق. وكمان ممكن نستخدم طريقة تانية هوريها لكم دلوقتي بكوباية وبمعلقة، لو كان حجم الكوباية صغير ومش عايزة الفتحة الفجوة اللي في النص دي تبقى كبيرة. انا بقى بحطهم على ورق زبدة عشان احمر بيه على طول، علشان الشكل بتاعي ما يتغيرش اثناء التحمير. هنقطع كام واحدة كده بالقطاعة والباقي نقطعه باشكال تانية. هنقطع دلوقتي بالكوباية وبالمعلقة دي هيديني حجم دوناتساية صغنونة. الاولانية كان حجمها كبير لكن دي هتبقى حجمها صغير. هحطها بقى قدامي كده وابتدي ان انا اخرمها بالمعلقة والف المعلقة كده لحد ما تديني الفجوة اللي يعني مناسبة لحجم الدوناتساية الصغنونة دي. بس كده حلو جدا.
في كمان بقى ان احنا ممكن نقطع من غير ما نعمل الفجوة اللي في النص دي، علشان بنحشي بقى الشكل ده نوتيلا او اي شوكولاتة، يعني موس او اي حاجة، او حتى كريمة او كريم باتسير، زي ما نحب. بتكون برضو شكلها حلو قوي. العجين اللي اتبقى معايا هاخده عجينه تاني، علشان هعمل بيها كده فطيرة دوناتس شكلها حلو قوي، كأنها بيتزا كأنها فطيرة، يعني هتعجب الولاد جدا. وهرش تاني رشة من الدقيق برضو، وابتدي ان انا افرد الجزء اللي اتبقى مني ده برضو بالنشابة على شكل بيتزاية كده، يعني شكل على شكل دايرة كده. وبرضو السمك اللي نحبه، بس ما نرققهاش قوي. العجينة حلوة وناجحة جدا وغنية، لان فيها حاجات مفيدة جدا للولاد، وهم اصلا كل الولاد بتحب الدوناتس، ففيها بيض وحليب وزبدة، فيها حاجات كتير مفيدة للولاد. هقطعها بقى كده قبل التحمير، بنقطعها الاول مثلثات كده، وببقى عارفة كل مثلث مكانه فين، وارجع بعد التحمير ارصهم جنب بعض، بيدوني شكل بيتزاية حلوة جدا. شايفين الكمية اللي طلعت معايا من 5 كوبايات دقيق؟ كمية كبيرة جدا، او 6 كوبايات، كمية حلوة جدا. هنبتدي بقى ان احنا نجيب طاسة كده فيها زيت غزير ونحمره من الناحيتين. هو بيتحمر بسرعة جدا، مش بياخد كتير. بنزلها وبعدين اسحب كده الورقة بتاعة الزبدة وارميها. هنقلبها الناحية التانية، هو ده اللون المظبوط الحلو الذهبي اللي انا عايزاه. شايفين بقى الخط الابيض اللي في النص اللي اتعمل ده؟ الخط ده دليل على ان العجينة بتاعي ناجحة جدا، ما بتشربش زيت، بتبقى من جوه ما فيهاش اي زيوت خالص، طعمها حلو، غنية جدا، بتستخدم في حاجات كتير جدا العجينة دي غير الدوناتس. يعني انا ساعات بعمل بيها الساليزونات، يعني نفتحها زي الميني كايزر كده ونحشيها بحشوات جبن، بحشوات لانشون او رومي مدخن. بتكون نتيجتها حلوة جدا وطعمها غني وحلو، اطعم كتير كمان من الكايزر. فانا مش بستخدمها للحلو بس في الدوناتس، يعني زي ما قلت لكم في اعياد الميلاد ممكن بالعجينة دي نعمل منها وليمة كاملة لاعياد الميلاد. كده خلاص تقريبا حمرنا كل الاشكال، شفتوها اثناء وانا بشرب بقول لكم. إيه كده خلاص، دي الكميه اللي طلعت معايا بعد التحمير. شايفين؟ حلو قوي، طري ومش شارب زيت وناجح ومفتح مفرغ إيه هوا من جوه تقريبا. هوريها لكم. شايفين؟ ما فيها يعني. عايزه اقول لكم ان دي ممكن تكون انجح عجينه دونتس تجربوها. اطعم من افخر المحلات اللي ممكن تشتروا منها الدونتس، فعلا حلوه جدا جدا. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوا الدونتس بنفس الطريقه دي وتقولوا لي رايكم. التزيين بقى ده على حسب ما نحب. شايفين؟ انا قلت افتح لكم واحده كده تشوفوها من جوه سواها عامل ازاي، ما فيهاش ولا نقطه زيت. دول بقى شويه سكر ناعم كده وعليهم معلقه قرفه، هخلطهم وابتدي ان انا ارشهم على الفطيره دي اللي هي شكل البيتزا او شكل الفطيره. شكلها حلو قوي في التقديم. ممكن نحط سكر بس، وممكن زي ما انا هعمل دلوقتي هغير شويه، هقلبها واخلي واحده سكر وواحده شوكولاته مثلا عشان للشكل يعني. الشكل ده برضو حلو قوي، بيتعمل كده على ورقه فويل، وبنحمرها وبنحشيها نوتيلا، حلو جدا. عامل زي الكورنيهات كده برضو. دي بقى اللي انا كنت عاملاها مدورة، بخرمها كده بمعلقة، وابتدي برضو احشيها بكيس حلواني في جواها نوتيلا او كريم باتسير زي ما نحب، لحد ما نحس انها اتملت وكده تبقى جاهزة. دول شوية شوكولاتة عادية جدا مسيحاهم في الميكرويف مع معلقة زيت واحدة. هنزل فيها الدوناتساية كده ونخرجها قبل ما تبرد، نكون مزينينها بفرماسيل او مش هنزينها. انا بوريكم بس كده الافكار، وكمان بوريكم نجاحها الشوكولاته ناعمه عليها ازاي، وده لاننا عجننا العجينه كويس جدا، فردناها مظبوط، فالشوكولاته طالعه عليها شكلها حلو وناعمه خالص.
انا بالنسبه لي بحب الدوناتس ده كده من غير اي تزيين، طعمه حلو جدا مع كوبايه شاي كده او شاي بحليب، هو غني وطعمه حلو قوي. زي ما قلت لكم هنا انا حبيت ان انا اغير شويه في تقديم اللي هي البيتزايه او الفطيره من الدوناتس دي. فعملت كده جزء واحده بالشوكولاته وواحده بالسكر، وهبتدي برضو ان انا ازينهم بشويه كده من الفرماسيل، يعني التزيين على حسب ذوقنا. وكمان هحط شويه من جوز الهند، ممكن ما تتزينش خالص. انا قلت لكم هو طعمها روعه تحفه حتى من غير اي تزيين ومن غير اي حاجه، بس فعلا الولاد حبوها جدا بالشكل ده. ممكن نحط على فكره نكسر شويه مكسرات كده، ندقها وتبقى صغيره خالص ونرشها بدل الفرماسيلا دي، او سبرينكل او اي حاجه المتاح. زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي، والشوكولاته بردت نشفت يعني جمدت خلاص. وده بقى بقيه الاشكال، شايفين مليانه من جوه شوكولاته. ودي كمان دي بتتباع باسعار غاليه جدا، الشكل ده اللي انا حشيته نوتيلا المدور ده. شايفين هنا الشوكولاته ناعمه خالص، طبعا تقدري تزينيها بشوكولاته بيضه خطوط كده، تقدري تحطي عليها بقى مكسرات، تقدري تحطي عليها اي حاجه يعني. انا ما زينتش الكميه كلها طبعا، انا بس حبيت اوريكم كده الافكار. هفتح معاكم واحده تشوفوا شكلها من جوه، شكلها تحفه ومليانه شوكولاته غنيه مستويه مش شاربه زيت. دي كمان برضو احب بقى اطلب منكم طلب، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. سلام عليكم.